تعالي بقى النهارده علشان اقولك على طريقه ازاي تحولي بيها الشهد لو جبتيه ولقيتيه مش مسكر. ازاي بقى تحوليه لشهد سكر مكرر. زي ما انتم شايفين معايا بقى كده، جبت واحده من الشهد. في الاول طبعا غسلتها كويس جدا ونشفتها من الميه، بعد كده قسمتها لنصين، وبعد كده فضيتها من القلب بتاعها. زي ما انتم شايفين معايا بقى كده من جوه، ما شاء الله لونها اصفر جدا. بجد بجد كنت متوقعه انها هتكون زي العسل، بس طلع طعمها مش مسكر ابدا. تفتكروا بقى هرميها؟ لا طبعا، انتوا عارفين يا جماعه ان احنا ما بنرميش اي حاجه ابدا. زي ما انتم شايفين بقى كده، قسمتها على 2 وفضيت القلب بتاعها وقشرتها وقطعتها لمكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. طبعا قطعوها بالطريقه اللي انتم متعودين تقطعوا بيها الشهد. بعد كده بقى هنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه كوبايتين من قطع الشهد، وهناخدهم وهنضربهم مع بعض كويس جدا من غير اضافه ميه ولا سكر ولا اي حاجه خالص. هنجيب بقى ووك او حل او اي حاجه نحط فيها نص لتر من الحليب، وهنضيف على الحليب ده معلقتين كبار من الكاستر. المعلقه تكون كبيره كده وهرميه، وهنضيف عليهم ظرفين من الفانيليا. ومش عارفه يا جماعه الفانيليا دي بتكون فاضيه ولا ايه، ضاحكين علينا، حاسه ان الاكياس بقت فاضيه جدا. حطيت عليهم كمان نص كوبايه من السكر، وطبعا التحليه براحتكم، ممكن تزودوا او تقللوا. هنرفع الكاستر على النار وهنقلب تقليب مستمر لحد لما القوام يبدا يتقل معانا شويه. هنحط بقى على الكاستر الشهد اللي احنا عصرناه، وعليه مكعبين 3 من الشوكولاته البيضاء. طبعا الشوكولاته هتدوب معانا كده على الحراره بتاعه الكاستر. هنقلبهم مع بعض كويس جدا وهنشوف القوام. لو لقيتوا ان القوام لسه تقيل معاكم شويه، زودوا بقى من كوبايه لكوبايه ونص من الميه. وطبعا بقى هنرجع نقلبهم مع بعض كويس جدا لحد لما القوام بتاعنا يظبط. انا عايزه القوام يكون كريمي وناعم، مش قوام تقيل قوي ان هو يربط معانا، وبرده مش قوام خفيف قوي زي الميه كده. بقى خلاص العصير بتاعنا بقى جاهز. جهزي الشفشق بتاعك ومكعبات التلج الجميله، وهنزين بقى الكوبايات بتاعتنا كده بالشوكولاته. وهنحط في قلب الكوبايه شويه كده من قطع الشهد او اي فاكهه تانية موجوده عندك، ممكن تحطي نوعين 3 من الفاكهه براحتك جدا. هننزل بقى بالعصير بتاعنا. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ القوام يا جماعه مش خفيف كده زي الميه، وبرده مش تقيل قوي، القوام بتاعه متوسط كده. هنحط بقى على وش الكوبايه بتاعتنا بوله من ايس كريم الفانيليا وشويه من الشوكولاته. وانا بجد بجد مش قادره اوصف لكم جمال الطعم بتاع العصير ده. انا هستنى بقى انكم تجربوا بنفسكم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. تعالوا بقى علشان نشوف مع بعض الطريقه التانية. هنجيب برده نفس ذات الخلاط بتاعنا ونحط فيه كوبايتين من مكعبات الشهد، وعليهم كوبايه ونص من الحليب، وربع كوبايه من العسل الابيض. ممكن نستبدل العسل بسكر لو حابين. هنضيف عليهم كمان بولتين من ايس كريم الفانيليا ورشه فانيليا صغيره خالص. هناخدهم بقى ونضربهم مع بعض كويس جدا. وطبعا كان المفروض استخدم خلاط اكبر شويه، بس كالعاده كده انا كسلت. المهم يعني هنضربهم مع بعض كويس جدا. وبرده هنجهز الكوبايات بتاعتنا ومكعبات التلج بتاعتنا الجميله. وبرده هنحط على كل كوبايه كده بوله من ايس كريم الفانيليا. حطيت كمان كده على وش الكوبايات رشه بسيطه خالص من البندق المجروش. وكده خلاص بقى العصير بتاعنا بقى جاهز على طول على التقديم. ان شاء الله بقى تجربوا عصير الشهد بالطريقتين اللي احنا عملناهم مع بعض في الفيديو النهارده، وانا متاكده يا جماعه ان هم هياخدوكم في حته تانية خالص. ان شاء الله تجربوهم، وانا متاكده ان هم هيعجبوكم جدا جدا جدا. وكده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده كده وزي كل يوم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.